السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين. عدى النص من رمضان، يعني خلاص الشهر كده بيشاور بإيده وماشي. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يتقبله منا على خير يا رب، اللهم امين. كل شهر رمضان يا معزومين يا عازمين. هو احنا بصراحة ما عزمناش، احنا اتعزمنا بس، فبالتالي الموضوع ده مؤثر شوية على القناة، لان مش طول الوقت انت بتصوري طول ما بتروحي تتعزمي عند الناس يعني. ف ما علينا. المهم بقى، عشان ما نرغيش معاكم كتير، يعني الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة. زهقنا من الاكل ومن الشرب ومن كل حاجه. طيب انت عايزه وصفه سهله وبسيطه وولادك برضو ياكلوا. ولاد عندهم تدريب وصيام ودروس وكلام من ده، فبيحتاج كل يوم اكل. لازم بروتين، لازم كالسيوم، لازم حاجات كتير. الوصفه بتاعتنا النهارده وصفه سهله، وزي ما انتم شايفين يعني دبابيس فراخ. حاجه كده سهله وبسيطه وجميله، والولاد كلهم بيحبوها، والله كبار وصغار. انا عن نفسي بحب الدبوس. المهم يعني عملنا حبة رز زي ما انتم شايفين كده. هو ده مش رز قد ما هو مندي، يعني احنا اعتبرناه مندي. المهم يعني عملناه بطريقة المندي كده، بس طريقة حلوة سهلة. خرطنا بصلة زي ما انت شايفة كده. البصل ده للرز. لو انت حابة تعملي الرز المبهر من غير بصل براحتك. انا بصراحة جربته من غير بصل، توابل بس. يعني مش متعودة عليه كده. هو خفيف، اخف من الرز اللي احنا بنعمله، بس مش اطعم المصداقية يعني. هنا بقى عملت بصلة زي ما انت شايفة كده. وطبعا انا في اوقات كتيرة ببقى يعني ايه، بستسهل عمايل ايدي اكتر من الكبة. يعني بحس الكبة دي لما يبقى بصل كتير او حاجة، انما عشان انا اجيب الكبة عشان بصلاية بلاقي الدنيا يعني مش المهم معايا دبابيس فراخ كنت متبلاها. برضو الفيديو ده انا ما نزلته لكمش، هشوفه عندي لو لقيته ان شاء الله هنزله لكم. عارفين انا مشغله في القناه النهارده عايزه انزل فيديو، بنزل فيديو. بصوا سيبكم انتوا بقى، هي ما بقتش فكره ارباح ولا كلام من ما بينلهاش. الدولارات شكلها بتخاف منا. المهم يعني حطينا على البصل اللي انتوا شايفينها كده، حطينا ورق لوري وحطينا عود قرفه وليمون، اللي هو اللومي، الليمون المجفف يا ولاد، الليمون المجفف، النبي عربي. شوحت بقى الدبابيس زي ما انت شايفه كده. طبعا الدبابيس متبله معايا. تتبيله الفراخ احنا قلناها كتير قبل كده، بس هقولها لك تاني. بصلايه مع فلفلايه مع قرن شطه لو انت بتحبيها سبايسي، مع كل التوابل اللي انت بتحبيها، معلقه سكر، معلقه خل، حبه زيت بسيطه. حابه تحطي زيت حطي، مش حابه براحتك. تحطي معلقه سكر، لو عندك عسل ابيض حطي، عسل اسود برضو حطي عادي. هو يغمق معاكي التتبيله بس هيبقى ماشي برضو حلو. ورق لوري، ليمونه. بصي كل التتبيلات اللي انت بتحبيها، فص توم، الحاجات اللي هي المنكهات دي طبعا. في قرنفل لو عندك، قرفه بودر، كل التوابل اللي انت بتحبيها بقى. زعتر، روزماري. كل ما بفتكر حاجه بقولك. وبلاش صوصات، لو مش متوفر الصوصات بلاش، متوفره عادي حطي بقى كل الصوصات اللي انت بتحبيها. هنا بقى كنت حمرت الرز زي ما انت شايفه كده. و الحمد لله يعني بحط كمان مكعب مرق وملح، ويعني بتبل ببهره طبعا. وهنزل عليه الميه بتاعته. هسيبه لما يتشرب تشريبه بسيطه، يعني مش عارفه انتي مش هيبقى مستوي، عشان هو هيكمل سواه معايا في الفرن. الفراخ دي يا دوبك اتشوحت ما استوتش. هسيبها برضو تكمل سواها معايا في الفرن. الانابيب غاليه، انا عارفه الغاز غالي. الانبوبه دلوقتي بقت معديه ال 120 او 125. ما جبتهاش بصراحه عشان كان عندي يعني. بس الانابيب غليت. طب احنا مش هنستخدم الفرن؟ لا، نكهه الفرن بصراحه حاجه تاني. بنقص يا جماعه وايه يعني. المهم ناكل وننبسط. هقلب الرز تاني كده زي ما انت شايفه. لحد بقى ما احس ان هو اتحمر معايا تحميره بسيطه. مش عارفه مش شرقانه ليه، حد جايب في سيرتي شكله. رصيت الصينيه بتاعتي كده، فرشتها بالورق الفويل ده، وهحط الرز بتاعي. هو ايه ده انا ما سويتوش، انا مش فاكره. انا هحط الشوربه فيه وهسيبه يستوي في البوتاجاز، افتكرت اهو، عشان الفيديو ده كان عندي قديم. احط بقى المقدار بتاع الشوربه بتاعه. طبعا انا هبقى محيقه كل حاجه، لو عايزه اضيف حاجه هضيفها. مش عارفه انا شرقانه ليه، حد جايب سيرتي يا ولاد، مين بقى معرفش. ربنا يستر.
هحط كمان ورقه بقى واخرمها، واحط عندك بقى ورق زبده حطي، عندك ورقه كراسه حطي، انا كان عندي فويل حطيت. سيبوا على الله. هخرم بقى الرز ده عشان خاطر هو التبخيره بتاعته دي، هو ده ما نقولش رز مبهر، هو رز مبخر. التبخيره بتاعته دي هتسوي معايا الدبابيس. هو بصراحه اختراع كده، واحد حاسس انه عايز يعمل حاجه النهارده او بكره او امبارح. هو الفيديو قديم بصراحه، فانا عماله الف وادور عليكم، بس هو الفيديو كان عندي قديم، فعشان كده هتحسوا ان انا مش متذكره الطعم قوي. بس هو بصراحه كان طعمها حلو. لا والله يعني حلوه، هتعجبكم. هلفه بقى كده، طبعا كل حاجه متبله ومظبوطه، يا دوبك الرز اللي هياخد سواه في الفرن وهيستوي ويبقى مفرفر معانا وحاجه عسل. هيعجبكم، جربوه بس. يلا دخلي الفرن بقى على 180 في الرف التحتاني شويه، على ما تحسي ان هو اتشرب وتروحي مطلعه فوق. شويه سلطه تمام. وكان فطارنا سهل وبسيط زي ما انت شايفه كده. شاطره، عملنا السلطه وهنتبل السلطه. طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل السلطه، انت عايزه تعرفين انت شاطره يعني بتعملي سلطه؟ كل الناس بتعمل سلطه، مش انت بس. المهم يا ولاد بقى ايه، لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. بصوا، اتفرجوا شاهدوا، مش شرط تحطوا لايك. ما حدش جايب، ما فيش حاجه جايباها، خدوا بالكم يعني، ولا لايك جايبها ولا. المهم يعني شدوا حيلكم معانا شويه، حاولوا تشاهدوا عشان الواحد كده يبقى عنده استمراريه ان هو ينزل فيديوهات. ولا هو انتوا ما بيعجبكوش الا من فيديوهات المنظفات يا شباب؟ شباب ايه بقى يا فتيات؟ اه لو في حبه كابوتشا كده على حبه السلطه دول كانوا يبقى عظمه. عايزه اقول لكم اقسم بالله الواحد ما بيصدق يعني بيعمل الاكل ويجري يقعد من وجع رجليه. فما بقاش عندي، لسه بكلم حد بقول له ما بقاش عندي الفرحه اللي كنت ادخل بقى اعمل كده ويبقى عندي عزومه عايزه اعمل اكل واظبط لا ما بقاش فيه الموضوع ده. ما بقتش حابه ان انا اعمل الحاجات دي. انا ما بصدق اعمل لهم فطار بقى. انا لسه بقول لابني احمد ربنا ان انا بحط لك تاكل. التعب، واحد بقى تعبان، كبرنا بقى يا ولاد. كده الرز المبخر معانا، سموه زي ما تسموه. المهم يعني وصفتنا كانت سهله وبسيطه. يا رب الوصفه تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن. وربنا يبلغنا ليله القدر اللهم امين. ربنا ينصر اخواننا في فلسطين اللهم امين. ربنا يجبرهم جبرا جميلا يتعجب له اهل السماء والارض يا رب العالمين. الرز كان طعمه حلو وشكله حلو وحاجه كده جميله، جربوه والله العظيم هتلاقيه حلو قوي. وعلى فكره ما كانش فيه يعني ما كانش لاسع ولا حاجه، كان زي ما انت شايفه كده. حطينا الشوربه نشف وفرفر وبقى جميل وطعمه كان مظبوط. عايزه بقى تعمليه برز بسمتي اعملي اللي يريحك اعمليه. اشوفكم على خير فيديوهات تانية اجمل واحسن، ومع الف سلامه.